أسخف الأشياء يلي اشتراها أثرياء العالم. بهالفيديو رح نتعرف على أسخف الأشياء يلي اشتراها أغنياء العالم ويلي دفعوا مقابلها ملايين وحتى مليارات الدولارات. سلطان بروناي. دفع سلطان بروناي مبلغ خيالي فقط ليحصل على تسريحة شعر، وهالمبلغ كان $15,000 حتى أنه اشترى كل المعدات اللازمة للحلاقة ليتأكد إنها معقمة وما ينتقل له أي مرض. وهي ما كانت أول مرة بيدفع فيها السلطان مبالغ خيالية مقابل شي بسيط، فهو بيملك سيارة قديمة مطلية بالذهب بتبلغ قيمتها $14 مليون. الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان هو أحد أبناء العائلة المالكة بالإمارات العربية المتحدة، وبيعتبر أحد أغنى الرجال بالعالم. بيملك الشيخ حمد جزيرة خاصة فيه، وهي الجزيرة محفور على أرضها اسم حمد باللغة الإنجليزية، إلا أنه بالسنوات الأخيرة تم مسح الاسم لأسباب غير معروفة. الأمير الوليد بن طلال. الأمير الوليد بن طلال معروف بعشقه لامتلاك أفخم أنواع السيارات، لهيك قرر الأمير الحصول على سيارة مرسيدس بنز مرصعة بالألماس من شوارفسكي، والسيارة مغطاة بالكامل بالألماس، لهيك هي واحدة من أغلى سيارات العالم بمبلغ $48 مليون أمريكي. وإذا كنت حابب تقرب من هالسيارة لتشوفها فلازم تدفع $1000 بس. رجل أعمال أمريكي اشترى أغلى ساعة بالعالم. بسنة 2014 اشترى رجل أعمال أمريكي حب يضل اسمه مجهول أغلى ساعة بالعالم مقابل $25 مليون، وهي ساعة مصنوعة من الذهب وتصميمها معقد جدا وبيبلغ وزنها حوالي نص كيلو. هالساعة تعتبر من أجمل القطع القديمة أو الفينتج، ونالت إعجاب عدد كبير من الأشخاص المهتمين بتجميع واقتناء القطع النادرة. مكيش أمباني. مكيش أمباني هو واحد من أغنى الأشخاص بالعالم، وبتبلغ ثروته حوالي $29 مليار، وقرر يستغل هالثروة لبناء واحد من أفخم المنازل بالعالم. وهالمنزل طبعا هو عبارة عن ناطحة سحاب بارتفاع 72 طابق. تتقدر قيمة هالمنزل ب$2 مليار تقريبا، وبتبلغ مساحته 4 مليون متر مربع، وفي أكثر من 600 شخص بس للعناية بالمنزل. بالتالي رح يكون هالمنزل أغلى سكن خاص بالعالم بالتأكيد بعد قصر باكنغهام. جوسلين ويلدنستين. جوسلين هي من أصحاب الملايين المشهورين بأسلوب حياتهم المترف والفارغ، فقيمة فواتير مكالماتها لوحده $60,000، وبتصرف تقريبا $574,000 فقط على النبيذ. لكن أهم شيء معروف عنها هو مصاريفها على عمليات التجميل. دفعت جوسلين $4 مليون بس على عمليات تجميل وجهها، وكان هدفها من هالعمليات أنه يصير وجهها شبيه بوجه القطط، والسبب هو ولع زوجها بهالحيوانات الأليفة. وهي أجرت كل هالعمليات كرمال ترضيه على ما يبدو، لكن للأسف انتهى زواجها بالطلاق. ستيفن كوهن. ستيفن كوهن هو عالم حاسوب وأحد رواد الأعمال، وهو أحد مؤسسي SAC Capital Advisors، وبتبلغ قيمة هالشركة $11 مليار و400 مليون. بالإضافة لكونه مهتم جدا بالفنون والأعمال الفنية، قرر كوهن صرف أمواله على تجميع اللوحات الفنية، لكن الشيء الغريب أنه دفع مبلغ خيالي مقابل لوحات مثيرة للجدل. فاشترى لوحة للفنان ويليام دي كونينغ بعنوان وومن 3 بقيمة $137 مليون و500,000. اللوحة عبارة عن امرأة باهتة، وبغض النظر إذا بتستحق هالمبلغ ولا لا، فهي تاني أغلى لوحة بتنباع بالعالم. رومان أبراموفيتش. رومان أبراموفيتش هو ملياردير روسي ورجل أعمال، ويعتبر واحد من أباطرة النفط والألمنيوم بروسيا، وهو مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وبتبلغ ثروته $11 مليار و200,000. قرر أبراموفيتش الاستمتاع بالأموال عن طريق شراء واحد من أفخم اليخوت بالعالم بقيمة $450 مليون، وهو أكبر يخت بالعالم. هاليخت اسمه إكليبس، وبيحتوي نظام تحديد الصواريخ ومنتجع فخم ومسبح، بالإضافة لنظام بيمنع تطفل الباباراتزي. بالتالي رح يتمتع أبراموفيتش بكامل خصوصيته. بيل غيتس. كلنا
كلنا بنعرف بيل غيتس، بس ما كلنا عنا فكرة عن هوسه بالفنان ليوناردو دافنشي. وبالمناسبة هوس بيل غيتس ما باللوحات أو رسوم دافنشي، إنما باكتشافاته واختراعاته. دفع بيل غيتس مبلغ 30 مليون و800 ألف دولار ليشتري واحدة من مذكرات دافنشي العلمية عام 1994. بالتالي كانت هالمذكرة أغلى كتاب بالعالم. إنغفار كامبراد. لنكسر النمطية عن أثرياء العالم والأشخاص اللي ذكرناهم، حبينا ننهي هالفيديو مع إنغفار كامبراد يلي هو رجل أعمال سويدي ورئيس شركة الأثاث العالمية آيكيا. الشيء اللي بيميز إنغفار عن باقي الأغنياء بهالقائمة هو تواضعه وتوفيره للمصاري بعكس سابقيه. بفضل إنغفار يعيش حياة عادية ومتواضعة، فدائما بيسافر بالطائرات العادية بأرخص الأسعار. حتى سيارته الخاصة هي فولفو من عام 1993. والشيء المضحك حول هالمليونير إنه بيحاول دائما يسرق عبوات الملح والسكر من المطاعم. حتى بيته الخاص مفروش بأثاث من شركة آيكيا. وسؤالنا لإلكم متابعينا، في حال صرتوا بيوم من الأيام من أصحاب المليارات، كيف ممكن تصرفوا أموالكم؟ شاركونا أفكاركم وآراءكم بالتعليقات، وانتظرونا بفيديو جديد قريبا. إلى اللقاء.